كان في راجل عجوز في قرية بعيدة. الراجل ده كان دايما مكشر وحزين وكئيب. الكآبة دايما كانت مالية وشه. الناس حاولت تعرف السبب، لكن محدش قدر يوصل لحل المشكلة اللي مخليه الراجل ده حزين، لدرجة ان الناس بدأت تخاف منه وبيقولوا عليه نحس، وبيبعدوا اولادهم عنه عشان النحس والفقر بتاع الراجل ده ما يعديش اولادهم. وبعد فترة كبيرة جدا، الراجل فيها تخطى 80 سنة، انتشرت إشاعة في يوم من الأيام، والإشاعة دي كانت بتقول إن الراجل العجوز ده بيضحك. ازاي؟ ما كانش حد عارف، وكل اهل القرية اتجمعوا هم في ذهول وصدمة، والكل هيموت ويعرف ايه السبب. فالكل اتجمع عند بيت الراجل، والكل مستني وهيموت ويشوف الراجل ده بيضحك. فالكل اتجمع، وفعلا الراجل طلع من بيته بيضحك. فسألوا الراجل ليه ضحكت بعد السنين دي كلها؟ رد الراجل العجوز وقال مفيش حاجة مهمة، انا بس كنت بدور على السعادة طول عمري، وبعد 80 سنة ما قدرتش الاقي السعادة، فقررت اني استمتع بحياتي، وعشان كده انا مبسوط دلوقتي.